يشتت من جديد دفاع نادي الزمالك، ويسقط الفحلي مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. ادي الإعادة، ادي الفحلي مع حسام عبد المجيد، ومرة تانية بيسقط بمفرده تماما. هل هيتدخل حكم اللقاء؟ بيتر وويرو كاماكو اللي أدار مباراة المغرب ومصر في نهائي أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب، وفي النهاية يذهب إلى داخل الملعب ويشير بضرب الجزاء لصالح فريق نهضة بركان. أن يكون أكثر ثباتا، يجب ألا يأخذ القرار، يجب أن يكون أكثر ثباتا وينتظر إيسوفو دايو يسدد إلى داخل المرمى. هدف أول لنهضة بركان. إيسوفو دايو يحرز الهدف الأول لنهضة بركان أعزائي المشاهدين في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. 1-0 لنهضة بركان. قلت لحضراتكم إيسوفو دايو بيستنى، للأسف عواد اترمى بدري، سهل عليه المهمة، سهل المأمورية. نهضة بركان يتقدم بهدف لا شيء. لاعب منتخب بوركينا فاسو إيسوفو دايو صاحب ال 32 سنة، اللاعب اللي شارك أمام الزمالك في نهائي 2019، صاحب ال 71 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، واللي لعب 4 أفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023. يسجل الجزاء الزمالك في انتظار الكرة العرضية، وادي العرضية على الآمل بعيد وضربة الراس وهدف تاني. هدف تاني لنهضة بركان. كرة عرضية بالونية، لم يخرج محمد عواد من مرماه كالعادة، تتلعب بضربة رأس ضعيفة تتهادى إلى داخل الشباك، وهدف تاني لنهضة البركان، والأمور تزداد صعوبة على لاعبي نادي الزمالك. حذرنا كثيرا من الكرات الثابتة، وقلنا يجب لاعبي الزمالك يكونوا أكثر بخلا في إعطاء فريق نهضة بركان ضربات ركنية أو كرات ثابتة. ادي الكرة العرضية اتلعبت من محمد المرابط، ودي ضربة الرأس بجوار القائم الأيمن تخادع محمد عواد وتتهادى إلى داخل الشباك، معلنة عن هدف تاني لفريق نهضة بركان لتصبح النتيجة 2-0. ضربة الرأس من عادل تحيف لتصبح النتيجة 2-0. حمزة الموساوي، ودي رمي التماس للزمالك. عمر جابر على التنفيذ. شحاتة حلوة لزيزو، يتقدم زيزو، يلعب عرضية جوه ال 18. ادي الجزيري ضربة راس، الله على ده هدف، الله على ده هدف. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. هو ده الزمالك، هو ده الهدف الأول، هي دي الفرحة الأولى للفارس الأبيض. خد عرضية من زيزو، خد رأسية من الجزيري، واديني الهدف الأول للزمالك، اديني الفرحة الأولى للزملكاوية. الله يا جزيري، الله الله يا زيزو، الله. يا سلام على العرضية يا ولد، يا سلام على العرضية يا ولد، ويا سلام على ضربة رأس من الجزيري. تسلم دماغك يا جزيري، تسلم دماغك يا جزيري. العرضية من زيزو وضربة الرأس من الخديوي، ضربة الرأس من سيف الجزيري تعلن عن أول أهداف الزمالك. 2-1 الآن تفرق